الأجسام الحمراء الجافة لأنثى الحشرة المسماة كوكوسيليكيس. دي مادة من أقدم مواد الصباغة المعروفة، لما كان من الأمور المقررة إن القرمز لا يصبغ بغير مثبت اللون، وإنه بيعطي لونا أحمر، وده بإضافة الشب إليه، فمن المحتمل إنه كان بيستعمل مع مثبت من الشب. وتقطعت حشرة القرمز بنوع معين من شجر السنديان ينبت في جنوب شرقي أوروبا وشمال أفريقيا. كانت هذه الصبغة تستعمل للجلود في مصر، وحتى أو تم استخدامها لحد الفترة الحالية في العصور الحديثة، وبيستخدم قشر الرمان في مصر اليوم أحيانا لصباغة الجلد باللون الأصفر، لعله كان كذلك بيستعمل في قديم الزمان، وإن كان استعماله قبل عهد الأسرة 18 يبدو بعيد الاحتمال. عهدها أقدم تاريخ عرفت فيه شجرة الرمان بمصر. مصر ليست موطنها الأصلي، بل هو غربي آسيا. في صديق لنا بعت لنا: اقتتالنا على السماء أفقدنا الأرض. ذكر ويترايت إن أغلب الجلد وجد بالبلابيش من عهد القبور الوعائية. كان جلد بقر إلا في حالة واحدة كان فيها جلد شاة. تكرم الدكتور بيكارد بفحص عينات من الجلد القديم تتراوح تواريخها فيما بين الأسرة 18 وحوالي الأسرة 23. فتعرف على جلد الماعز في عدة حالات. مثال ذلك عينة في مقعدة كرسي بدون مسند من مقبرة توت عنخ آمون، ونعال بيرجع تاريخها للحوالي الأسرة 22 أو 23، بينما وجدت في هذه المقبرة نعال يحتمل أن تكون من جلد العجل. أما ماهية مواد الدباغة اللي استعملها قدماء المصريين سيوفراسيستس في القرن الرابع للقرن الثالث قبل الميلاد، بعد أن وصف شجرة الصمت إنها شجرة مصرية، استطرد قائلا: ثمرها هو أرض بيستعمله الوطنيون بدلا من العفص في دباغة الجلود. بيذكر بيليني القرن الأول الميلادي، وبيحتمل أن يكون نقل عن سيوفراسيستس إن قرون شجرة مصرية شائكة كانت بتستخدم لنفس الغرض، واللي بيستخدم من أجله العفص في تهيئة الجلد،
وبتحتوي هذه القرون على التينين بنسبة قدرها حوالي 30%. هي بتستعمل في السودان في الوقت الحاضر في أغراض الدباغة، وبتصدر منه أيضا. فلا يستبعد من الوجهة النظرية فقط وعلى أي حال أن تكون قرون هذه الشجرة استعملت في مصر القديمة لأغراض مماثلة. أثبت ذلك من عهد قريب برافو اللي فحص ما تخلف من بقايا مدبغة وجدت في بلدة الجبلين بالوجه القبلي من جلود خام، جلد مدبوغ، أدوات ومادة دباغة بيرجع تاريخها لعصر ما قبل الأسرات، وهي الآن في متحف تورين، وبنتمنى إعادتها لمصر. كانت الجلود الخام عبارة عن جلد ماعز، أما الجلد المهيأ لا شك في أنه كان قد دبغ، وأن المادة الفعالة في دباغته كانت تتألف من قرون شجرة الصمت. ولا تزال هذه المادة بتحتوي على نسبة قدرها 31.6% من التانين. كانت النتائج سلبية في حالة عينات الجلد المذكورة قبل كده لما فحصها دكتور بيكارد، مع انه بحث بوجه خاص عن كل من مادتي الدباغة النباتية والمعدنية. في صديق لينا بعت لنا الاستماع إلى أغنية مع موسيقى جميلة. أحب إلي من الاستماع للنصوص كتاب ديني وللسنة اللي بتأمر بقتل غير المسلمين. تعليق جامد. عرق اللؤلؤ هيبقى هو مادة الشرح بتاعتنا دلوقتي. عرق اللؤلؤ ده المادة الصدفية اللي بتبطن محار اللؤلؤ. هو كاللؤلؤ في تركيبه، أي أنه يتآلف جوهريا من كربونات الكالسيوم. يبدو أن عرق اللؤلؤ لم يستعمل إلا قليلا جدا شمالي أسوان في مصر القديمة، إذ فيما عدا الصدفات الكبيرة اللي بيحمل كثير منها اسم الملك سنوسرت الأول من الأسرة ال12، ليس هناك إلا القليل من الأمثلة عن استعماله. وبتشمل هذه الأمثلة شقات مستطيلة صغيرة من عهد القبور الوعائية، كانت بتنظم كأساور جعرانا من الأسرة 18، زوجين من الأقراط من العصر الروماني، وتميمة في عقد من العصر القبطي، لكنه استخدم على مدى أوسع في بلاد النوبة، حيث عثر عليه في مقابر من العصور العتيقة وما تلاها، مستعملا على وجه الخصوص في صنع الأساور والأشياء الشبيهة بالأزرار،
والتعاليق والخواتم